نعم فرات، هي عمليا أو نظريا هي يجب أن تعيد عجلة الحياة إلى سوريا وعجلة الاقتصاد إلى سوريا، وأن تعود الشركات الأوروبية والأمريكية إلى سوريا. لكن السؤال، خلال 49 عاما كان هنالك شركات أجنبية في سوريا، كان هنالك تعامل مع البنوك السورية في أوروبا، وكان نظام سويفت قبل عام 2011 يعمل، وكان هذا القرار موجود منذ عام 1979. وكان هنالك أيضا قرارات أخرى، كان عام 2003 قانون محاسبة سوريا، وعام 2004 كان هنالك قيودا على الصادرات والطيران والتعاملات قبل الانسحاب من لبنان. كذلك الأمر الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عام 95 زار سوريا مع نهاية ال 94 بداية ال 95، كان هنالك زيارة إلى سوريا. مادلين أولبرايت جاءت وباركت لبشار الأسد عند استلامه الحكم في سوريا. هذا يعني أن القانون لم يكن مفعل على الأرض، ولم يكن له فعالية جدية على الأرض، ولم يكن يؤثر على الاقتصاد السوري بشكل كبير. لكن على ما يبدو أن الجانب الأمريكي أراد إعطاء دفعة جديدة لنظام الحكم في دمشق وللشرع. لذلك عندما كان هنالك تغريدة على إكس يوم أمس لوزير الخارجية الشيباني قام بمشاركتها دونالد ترامب، يبدو أنها فقط هي دفعة معنوية، على الأرض لم يتغير شيئا. وهذا هو مطلب السوريين اليوم، يريدون أن يكون هنالك تغيير جدي على الأرض، وهذا التغيير ملموس ويشعر به المواطن السوري. عدا عن ذلك لا يوجد أي شيء من الممكن أن يؤثر على الاقتصاد حيثية السوري. المواطن السوري، وكما ذكرت يتعلق بهذه الحيثية، هل بالفعل المواطن السوري يشعر بهذا التغيير؟ لا نتحدث فقط بعد هذا القرار، إنما في الأشهر الأخيرة الماضية. وهل قضية عودة اللاجئين ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة؟ وكيف ستؤثر على عودة بقية اللاجئين؟ في ظل الوضع الحالي لا يمكن عودة اللاجئين، وضع اقتصادي متردي. عندما كانت ربطة الخبز 400 ليرة اليوم 4000 ليرة، والمعاش الشهري هو ذاته. عندما كان فاتورة الكهرباء الشهرية لبيت في سوريا هي أقل من 10 دولارات سورية، اليوم 100 و150، وهنالك من دفع 200 دولار فقط شهريا أكثر من معاشه الشهري. كيف يمكن للمواطن السوري في ظل الوضع الحالي؟ القمامة لا ترفع من شوارع دمشق وحلب وطرطوس والمدن السورية. كيف لمواطن سوري في ظل الوضع الحالي والتردي الاقتصادي الموجود والبطالة ورفع الأسعار أن يعيش في ظل هذا الوضع؟ لا يوجد تغيير على مدى 20 شهرا رغم العقوبات جميعها رفعت عن سوريا. لماذا لا يكون هنالك تدفق للأموال الخليجية؟ لماذا لا يكون هنالك دخول الشركات الأجنبية إلى سوريا من أجل إعادة الإعمار، من أجل دعم الاقتصاد السوري؟ كل هذا لا نراه. يبدو أن الغرب حتى اليوم لا يثق في الحكم الموجود في سوريا، لا يثق في النظام الموجود في سوريا، لا يراه كنظام باق لسنوات طويلة. لذلك لا يريد أن يبني علاقات طويلة الأمد معه. جميع ما يجري اليوم هو عمليا مرحلي لمرحلة فقط. يبدو أن الغرب حددها لعام، عامين، 3، 4، ليس أكثر من ذلك، وخلال هذه المرحلة فقط تكون مثل أوبر مخدر لهذا النظام، ليس أكثر من ذلك. وحتى للمواطن السوري الذي هو يدفع ثمن هذا كله. نعم عطاء، نريد أن نشكرك على هذه المداخلة، شكرا لك من جديد.